صاحبتي عزمتني عليه في اشهر مطاعم في السيدة زينب، وكلته هناك وما عجبنيش الصراحة خالص. فقلت لها لا بقى، ده انا هدوقهولك بطريقتي انا وبالخلطة بتاعتي اللي هتعتمديها في جميع انواع المحاشي. يلا كده نسمي بالله ونخش على الوصفة بتاعتنا. رفعت كده حلة على النار ونزلت فيها بعبارة مادة دهنية، رشة من الزيت ومعلقة من السمنة، ونزلت عليهم ب3 بصلات متقطعين تقطيع وسط. وشوحت البصلة كده ايه في المادة الدهنية، وكتر المادة الدهنية علشان بتفلفل الخلطة بتاعتي. شوحت بقى البصلة لغاية ما خدت معايا الايه اللون الايه الذهبي دوت، ونزلت عليها بشفشق من عصير الطماطم، ونزلت بمعلقة من الصلصة الجاهزة ومعلقة من هريسة الفلفل الأحمر، وكنت عاملاه معاكم قبل كده على الصفحة بطريقة بسيطة حلوة قوي. واليومين دول برضو هو موجود كتير في السوق، هو والطماطم رخيصة جدا، فاستغلوا الفرصة وايه وخزنوا الصلصة ديت واعملوا منها بقى ايه خلطات وحاجات، وجهزوا بقى خلطاتكم رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اول ما التسبيكة كده معايا اتسبكت ونطرت زيتها ونشفت المية اللي فيها خالص، نزلت كده بنص كيلو من الرز المغسول ومتصفي كويس جدا، وكيلو الممبار معايا بياخد نص كيلو من الرز. قلبت بقى ايه الكلام ده كله، ونزلت كده بحزمة من البقدونس والكزبرة والشبت متقطعين تقطيع صغير، ونزلت عليهم بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وكزبرة و7 بهارات وخلطة محشي وبابريكا، ورشة كده من القرفة المطحونة، وحبة كده من اللوري المطحون، ورشة من جوز الطيب وحبهان مطحون. وقلبت بقى كل الكلام ده حوالي كده دقيقتين على النار لغاية ما اتشربت بالشكل اللي انتوا شايفينه. والخلطة زي ما انتوا شايفين كده تحفة، ولونها اللهم بارك تحفة التحفة. وجهزت معايا بقى الممبار بتاعي مغسول كويس جدا وابيض زي الفل، وعملت له محلول النقع بقى وبالملح والخل والدقيق، وكان معايا فله زي ما انتوا شايفين. ابتديت بقى كده اختي الله يبارك لها هي اللي حشيتهولي، لاني انا ما بعرفش الصراحه احشيه. وجهزت كده معايا حله على النار، اديتها كده رشه من القرفه المطحونه، ومعلقه كده هوت من الملح، وحطيت كده يعني مقام كبشه كده هوت من الكرفس، وجزرايه كده هوت صغيره مش كبيره، وبصلايه برضو مقطعاها 4 تربع. واول ما الميه قلبت معايا كده قلب على النار، نزلت بالممبار بتاعي. وطبعا بقى تابعيه كده هوت بالشوكه. اول ما تحسي بقى ان الشوكه غرزت فيه كده هوت خلاص معايا تمام. صفيته كده في مصفى وطلعته لغايه ما صفى شوربته، واديته بقى كده تقليبه في الزيت، تشميعه كده يا دوبك ما تغمقهوش قوي. وكان معايا اللهم بارك تحفه، والخلطه بتاعته رهيبه، طعمها جميل جدا. دقته وعجبتها قوي قوي قوي، ويتمنى تجربوا الخلطه دي تحفه وهتعجبكم.